فندق ريجنسي بلازا منطقة البوريفاج الإسكندرية، زهرة متلألئة على البحر المتوسط في الإسكندرية. حبيكم أصدقاء سندباد، وبنقول لكم إن دايما بجيب لكم الزيتونة في كل مكان. والزيتونة اللي معانا النهارده هو فندق ريجنسي ال3 نجوم على البحر مباشر في الإسكندرية. الفندق يعتبر 3 نجوم، بس خدمة نظافة رقي على البحر مباشر كده زي ما انتم شايفين. في اكتر من نماذج للغرف بتاعته، في النموذج الجانبي وفي النموذج اللي على وش البحر، وده يعتبر السويت. النموذج اللي احنا داخلينه معاكم ده هو النموذج الجانبي. انا اول ما دخلت بصراحة فوجئت بالنظافة والشياكة بتاعة المكان. ده التواليت طبعا، الحوض والدش والشامبو والمناديل الجميلة. مش يعني الخدمة دي ما اعتدناش عليها في الفنادق ال3 نجوم. السرير كده جميل متراص، الفوط وتشكيلاتها بيلعبوا بالفوط كده لعب جميل وخطير. طبعا التلفزيون الليد، التسريحه معاك الشاي، كمان الخدمات بتاعت الشاي والكافيه كل ده فري، ميه فري. دي التلاجة بتاعت المشروبات، فيها ميه لكل فرد، ازازه ميه او صغيره او ازازه ميه كبيره زي ما احنا شايفين. وفي كمان كرسيين وترابيزه، الاوضه واسعه والدولاب جوه الحيطه. وشيك الاساس عصري انيق لذيذ، مش قديم ولا متهالك. عاملينه بطريقه جميله جدا، مدفون جوه الحيطه وبطريقه جميله جدا بحيث ان هو ما يتهالكش. وهنا السراير لذيذه جدا، تكييف قوي جدا. الاوضه كانت مميزه جدا والنظره كانت جانبيه. اما ده الاطلالات الواجهه البحر، وده اسمه السويت، وهو عباره متقسم السويت ده اكتر من قسم. طبعا احنا برضو دخلنا على التواليت، نفس الكلام برضو، الشياكه، الجمال، البشاكير، الفوط اللي في الارض كده بطريقه معينه جميله. حتى رصتها بقول لكم، حتى الفوط فيها شياكه، رصتها كده فيها شياكه كده، والتواليت الرائع، وحتى المناديل محطوطه كده بطريقه شيك. كل ما تقع عينك على حاجه هم عاملينها لك بطريقه كده فيها فن وذوق، مش محطوطه والسلام ابدا. دي الغرفه اللي هي الدبل العاديه خالص اهي، غرفة فيها سريرين وفيها برضو بعض الحاجات كده. برضو هنا الفوط البشاكير بقى محطوطة كده بشكل شيك كده في اخر السرير، ودي التسريحة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، والكرسيين برضو والترابيزة. اما هنا بقى الشباك على البحر على طول. المنظر بقى الخلاب الجميل الرائع ده تقع عليه عينك كل يوم وانت اما تصحى وتقوم من النوم. برضو التلفزيون الليد LCD، وده دولاب الملابس، في مخدات زياده، وفي بطانيه زياده، وفي اللي هو الشماعات الزياده. هنا التلاجة برضو بتاعت المشروبات، بيحط لك ازازه ميه كبيره او ازازتين صغيرين، الكاتل، الشاي، الكافيه. هنا بقى القعده الجميله الرائعه، ومن الكنبه دي صوفه يا جماعه بتتفرد تبقى سرير. وده التلفزيون. والقعده دي هوا اسكندريه كله فعلا حرفيا جالنا واحنا قاعدين في المكان ده من اهم الاماكن، وبيحصل فيه تطويرات جميله جدا. بيعملوا كوبري شبه كوبري ستانلي فيه. والصبح بقى طلعت المطعم عشان اوريه لكم. برضو القعده جميله جدا على البحر زي ما احنا شايفين كده. فبقول لكم الاصلاحات على قدم وساق، وبيعملوا مكان جميل جدا وشاطئ رائع من اول العصافره لحد البوريفاج. ده الفطار بتاعنا. الفطار الصبح اوبن بوفيه، الاقامه بتاعتك بتبقى بالفطار، والفطار اوبن بوفيه. اما الغدا زي ما بتطلب من المطعم بيجي لك زي ما انت عاوز. المطعم بتاعه في الدور الاول. انا كنت هو طالع الدور الاول، طلعت ودخلت المطعم زي ما احنا شايفين كده. جبت لكم بقى الحكايه من الاول. المطعم كبير يساع عدد كبير جدا من الجست. الخدمات كويسه مش وحشه ابدا على سعره. يعني طعميه، فول، كل ما تشتهيه الانفس، بيض، اومليت، الدنيا كلها بتخدمك، والدنيا كلها ذوق معاك، وعايزين يخدموك باي شكل. هنا واقفين الصبح، البنوته اللذيذه ديت بتدور على اللبن عشان تصب لنا الكافيه. والراجل الطيب بتاعنا دوت بيعمل لنا البيض الاومليت اللي كان طعمه لذيذ جدا وجميل جدا بالخضروات والظريفه. احنا شايفين كان متنوع بين الفول والاومليت والجبنه والبيض والبدنجان.
مفيش حاجة في الفطار، والبليلة مفيش حاجة في الفطار إلا لما دقنا منها وكلنا منها، والكيك والطعمية السخنة، ولو مش سخنة يسخنوها لك. أما بالليل سهرات الدنيا، في نايت كبير والسهر فيه لحد الصبح، حفلات ايه وما اقولكوش، انتوا بقى أدرى بسهرات الليل الجميلة في اسكندرية الرائعة. فعلا انبسطت بإقامتي في المكان جدا، وكانت ليا ذكريات جميلة بعتز بيها وصور رائعة زي ما احنا شايفين في كل حتة، من السويت للمطعم للغرف. بدعوكم لزيارته، هتبقى إقامتكم جميلة ولذيذة، لأن الفندق معانا فيه غرف الصيف كله، غرف سواء جانبية أو سويتات. إن شاء الله تنبسطوا في الفندق ده. شكرا جزيلا أصدقائنا للمشاهدة، ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم منا كل جديد. دعمكم لينا دايما بيقوينا، وبنسعى عشان نجيب لكم كل حاجة. شكرا جزيلا، السلام عليكم.